اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم اميره السلامه ووصفه جديده. شايفين الجمال اللي قدامكم ده؟ هتقومي تعمليه باحلى واسهل طريقه وطعمها تحفه. طبعا الجو ساقع، عايزين حاجه تدفينا وفي نفس الوقت عايزين ناكل حاجه حلوه. الشتا بيحب الاكل قوي، فما فيش احلى ولا اسهل من كده، وطعمها تحفه تحفه، ما بيختلفش عليها اتنين. شايفين الشكل ولا الطعم؟ ما اقولكوش. ولا الهشاشة والطراوة بتاع الكيكة؟ شايفين السكينة اصلا وانا بقطعها؟ هشة وطرية وتحفة تحفة، حرفيا احسن طريقة كيكة هتجربيها. شايفاها عاملة ازاي؟ طعمها تحفة يا جماعة. يلا نشوف عملناها ازاي. عندي هنا كوبايتين من الدقيق، وعندي عدد 2 بيضة، كوباية من اللبن المغلي، كوباية الا ربع من الزيت، كوباية من السكر، وانا هنا حاطه معلقه كبيره من الخل على البيض، وباكت من الفانيليا، وباكت من البيكنج باودر. انا هنا حطيت البيض وانا حاطه عليه الخل، وحطيت السكر والفانيليا، وهفضي البيكنج باودر على الدقيق كده واديله تقليبه عشان مبيبقاش كله في حته واحده. وبايدك بقى، والمضرب السلك العادي او المضرب الكهربائي اللي انت حباه، او في الخلاط، وتحاولي تضربي كده كويس جدا لغايه اما القوام يفتح شويه. افضلي تضربي كويس جدا لغايه اما القوام يبقى كريمي شويه ويفتح لونه، يفتح معانا زي المرحله دي كده. كفايه كده بقى. هفصل قصدي هضيف الزيت، هنزل بالزيت كده وادي تقليبه كمان كويسه. شايفين القوام بقى كريمي ازاي والسكر داب تماما. هفصل بقى المضرب، وهنا هنزل بالدقيق الاول مش باللبن، لان اللبن مغلي معانا وممكن يسوي البيض، فنتجنب الخطأ ده خالص يعني. هندي تقليبه كده لغايه ما المكونات كلها تمتزج مع بعضها. هو القوام هيبقى تقيل، بس احنا لازم نعمل الخطوه دي. كيكه الحليب الساخن دي يا جماعه حلوه جدا جدا جدا. هنزل هنا بقى باللبن، بس طبعا بعد ما ضربت المكونات كلها مع بعض. هدي تقليبه خفيفه كمان، مش هنضرب قوي، هو يدوب المكونات تختلط مع بعضها بالشكل ده، واروح فاصله المضرب على طول. ايه رايكم في الحركه اللي حصلت دي؟ طبعا انا اتغرقت، مش مشكله يعني بس اوعوا تعملوا زي. شايفين القوام معانا؟ هنا عندي قالب ألمونيا، طبعا القالب والشكل اللي انت حباه دهنته دهنه من الزيت ورشيته بالدقيق، وبقى جاهز معايا. هنزل بقى بكميه من الخليط، مش الخليط كله ولا نصه حتى، يعني حوالي تلت الخليط كده. وانا مجهزه هنا معايا معلقه كبيره من القرفه ومعلقتين من السكر. هرش رشه بسيطه كده. وطبعا على في المرحله دي انا مشغله الفرن عشان يسخن كويس جدا عقبال ما اخلص الكيكه. هحط كمان تلت العجين، واحط باقي الخليط بتاعي. ممكن في المرحله دي تضيفي معلقه من الكاكاو الخام مع السكر والقرفه، بس بصراحه انا مش بحب اضيفه. لو انت حابه حطي عادي. نزلت بكل خليط السكر والقرفه كده، وهنزل بباقي خليط الكيكه. الكيكه دي يا جماعه في حته تانية، في حته تانية بجد، اتنسفت. هحاول اغطي الخليط كده على قد ما اقدر، مش شرط على فكره، بس عشان الشكل في النهايه يبقى معايا حلو. لكن ما تخافيش، ما بيتحرقش ولا حاجه. كده تمام. هخبطها خبطتين بقى على الارض، بس انا ما عملتش الخطوه دي على الرخامه يعني. وادخلها الفرن على درجه حراره 180. هتقعد معايا حوالي نص ساعه او نص ساعه و5 دقايق. تعالوا بينا بقى نعمل الحليب المكثف. عندي معلقتين كبار من الحليب البودر، معلقتين كبار من الكريم شانتيه، نص كوبايه من السكر البودر، واحط هنا معلقه كبيره من الزبده مكعب كده، وهنزل بنص كوبايه من الميه المغليه. طبعا انا بحبه خفيف شويه، لو انت حابه تقيل خليها ربع كوبايه من الميه المغليه بس. وهضرب كل المكونات بقى مع بعضها لغايه ما تمتزج تماما. طبعا انت ممكن تضيفي في المرحله دي مكعبين من الجبنه الكريمي، بس انا بصراحه انا بحبه كده. القوام خفيف معايا طبعا عشان هو لسه سخن من الميه المغليه، لكن اول ما بتدخليه التلاجة يقعد بس حوالي ساعه بيتقل تماما.
شايفين؟ ندخله بقى التلاجة عمر ما الكيكة بتاعتنا تطلع من الفرن. وبعد ساعة الا تلت طلعت معايا الكيكة بالجمال والحلاوة دي. شايفين اللون؟ بختبرها كده بالستيكس، مادام طلع نضيف معايا يبقى تمام. هركنها بقى على جنب تهدى شوية عشان اعرف اقلبها. هنا انا كنت قلبتها خلاص. طبعا اللي عليها ده عشان انا كنت دهنه الصينيه بالدقيق، رشه دقيق. شايفين لونها ولا الهشاشه بتاعتها؟ تحفه تحفه يا جماعه والله، لازم تجربوها. طبعا هسيبها تهدى شويه، بس انا بصراحه ما استنيتش عليها، كنت خلاص كده. ده هنا بعد ما الحليب المكثف قعد معايا في التلاجة حوالي تلت ساعه. شايفين تقل شويه اهو، بس اللي قعد في التلاجة اكتر هيتقل اكتر. هنزل بيه بقى فوق الكيكه. طبعا هو هيسيح على الكيكه والكيكه هتتشربه، لان انا ما سبتوش يتقل في التلاجة، وكمان انا حطيته على الكيكه وهي دافيه. حابه التزيين يطلع معاكي مظبوط وبرفكت، لازم تسيب الكيكه تبرد تماما وتسيب الصوص في التلاجة مش اقل من ساعتين. لكن طبعا انا بحبه كده، يعني انا كنت حباه ان الكيكه تتشربه معايا كده. عندي هنا صوص كراميل برضه هزين بيه. طبعا التزيين ده اللي انت حباه، ممكن ما تزينيش خالص، والكيكه كده اول ما تطلع من الفرن تقطعيها وتاكليها تحفه، هتعتمديها في يومك. عندي هنا صوص شوكولاته برضو سيحت على حمام مائي وهزين بيه. وخلاص على كده. ايه رأيكم في الجمال ده بقى؟ طبعا هي اول ما قعدت حوالي 10 دقايق اتشربت صوص الكراميل والحليب المكثف، وبقت طعمها تحفه والله تحفه، وهتطلع من ايدكم احلى كمان. ايه رأيكم؟ سهله وبسيطه خالص. اللي عندك زيني بيه، ما عندكيش حاجه مش لازم تزيني، هي الكيكه طعمها تحفه لوحدها. تعالوا نفتحها بقى ونشوفها من جوه. شايفين لونها من جوه فاتحه ازاي، وهشه وطريه وطعمها تحفه. شايفين؟ طعمها حلو جدا جدا، لازم تجربوها. يا ريت لو وصلت معايا للمرحله دي من الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتعلقي لي بكومنت حلو منك. ادعوا لي كتير والله، محتاجه دعواتكم. شجعوني على قد ما تقدروا، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوني في وصفات جايه كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي يا احلى متابعين في الدنيا. باي باي.